بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هوريكم تقاطع الدائري مع الواحات. المنطقه دي بيتعمل فيها كوبري ونفق. هيخدم طبعا اللي جاي من مدينه 6 اكتوبر او دريم او منطقه الفردوس او توسعات الجنوبيه او حدائق اكتوبر، حتى هيخدم الناس دي كلها، واللي طالع في اتجاه الدائري وحتى اللي جاي من الدائري وراح في اتجاه الفيوم. طبعا الكوبري والنفق دول لسه ما اشتغلوش، لكن حصريا انا هوريكم الطلعه بتاعت الكوبري والنازله من الجنب التاني. انا الصدفه يعني او الحظ قادني ان انا اقدر اعدي من على الكوبري ده وهو لسه ما اشتغلش. تعالوا نشوف مع بعض بعد المقدمه. انا زي ما قلت الموضوع ده حصري، انا طالع على الكوبري ده هو لسه ما اشتغلش. لكن زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان هو لسه الاسفلت ما خلصش. وحتى نطلع قدام على طول شويه كده على اول الكوبري كده. انا على اول الكوبري ده يعني في وشه كده على طول حي الاشجار، وعلى يميني دريم لاند. اللي هيدخل يمين هيروح في اتجاه الفردوس ودريم لاند ومول مصر، لكن اللي هيطلع الكوبري هيروح في اتجاه التاني على طريق الواحات اللي رايح على حدائق اكتوبر. انا كده فوق الكوبري، المفروض النفق في الحته دي بالظبط. انا صعب جدا ان انا ادخل النفق لان هو لسه ما خلصش، لكن هوريكم في بعد دقيقتين بالظبط صور للنفق وصل ليه. على يميني كده حي الاشجار، والاتجاه اللي انا خلاص نازل عليه ده في اتجاه حدائق اكتوبر وحدائق الاهرام واتجاه طريق الفيوم. والاتجاه ده المفروض ان هو مكمل للطريق السياحي اللي هو بيلف حوالين الاهرامات، اللي احنا عملنا عليه فيديو قبل كده، فيديو حصري برضو. انا نزلت كده من على الكوبري خلاص، انا كده في اتجاه حدائق الاهرام وحدائق اكتوبر. اللي انا بشاور عليه ده هو الملف اللي على طريق الواحات وبيرجعك على الدائري. كل اللي جاي من اتجاه اكتوبر كان بيلف من الملف ده عشان يرجع ويطلع الدائري. كده خلاص الكوبري يا جماعه في دقيقه واحده انا بقيت في اتجاه حدائق الاهرام وحدائق اكتوبر. اللي جاي ده على اليمين هو مدخل حدائق اكتوبر. كوبري وفر كتير. كان بصراحه كان زمان ننزل من على الدائري ونمشي نلف من بعد الفردوس، وكانت المنطقه دي زحمه جدا. هوريكم برضو على الخريطة شرح عامل ازاي يعني موضوع النفق والكوبري ده. اللي على يميني ده حدائق اكتوبر. دي صور للنفق. انا طلعت على اليمين كده، ده الجزء اللي انا طلعت منه ونزلت في الجنب التاني. لكن ده النفق اللي هيكون تحت الكوبري. النفق ده هيخدم مين؟ اللي جاي من اتجاه اكتوبر او جاي من اتجاه دريم لاند والفردوس او مول مصر او سوق الجملة حدائق اكتوبر، هينزل النفق ده ويطلع على الدائري على طول. لكن اللي جاي من الدائري ورايح في اتجاه حدائق اكتوبر، مدخل زويل، شارع زويل احمد زويل، واتجاه حدائق الاهرام، هيطلع الكوبري اللي انا طلعت من عليه في بداية الفيديو. النفق طبعا لسه شغالين فيه زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف على الخريطة توضيح للكوبري والنفق ومنطقة التقاطع دي تكون عاملة ازاي. نيجي لشرح الخريطة يا جماعة ونشوف. ومن بعيد حتى كده لو قلنا ان ده دي منطقة الجيزة بصفة عامة. هنا حدائق الأهرام، هنا دريم لاند، هنا مدينة الشيخ زايد، هنا برضو حي الأشجار الجزء ده، والفردوس طبعا 6 أكتوبر الحي المتميز، وهنا حدائق أكتوبر بصفة عامة في الجزء ده. ده طريق الفيوم، ده الطريق الدائري يا جماعة اهوت، وده طريق الواحات. نشيل الكلام ده كله كده ونقرب شوية علشان نشوف احنا مشينا ازاي او انا اتحركت ازاي في الفيديو. هو انا جيت من على الدائري بالشكل ده. ده الدائري يا جماعة. اللي جاي من على الطريق الدائري ورايح 6 اكتوبر او رايح دريم لاند او مول مصر او الفردوس او حدائق اكتوبر، بينزل من الدائري كده بالشكل ده كده رايح على 6 اكتوبر ومول مصر ودريم لاند والفردوس والكلام ده كله. وفي زي ملف هنا بيلف برضو اللي رايح على دي حدائق اكتوبر اهيت. فاللي رايح بيلف من الجزء ده كده ويدخل هنا او على دي حدائق الاهرام. اوكي، وده طبعا طريق الفيوم برضو. طيب انا مشيت ازاي؟ لو قربنا كده يا جماعة هنشوف موضوع النفق والكوبري ده بسهولة جدا اهوت. نقرب خالص هنشوف لانه هو بدأ يظهر في الخريطة. طبعا الطريق ده الدائري معمول له دلوقتي وصلة او تحويلة كده. الطريق الدائري في الاساس كان هنا كده، وكنا بننزل اللي نازل كده اللي رايح حدائق اكتوبر كان بيمشي لحد بعد دريم لاند ويلف ويرجع تاني عشان يدخل حدائق اكتوبر. لكن دلوقتي
هما عاملين علشان منطقة الكوبري والنفق في الجزء ده عاملين تحويلة كده وبتدخل دي دريم بارك يا جماعة، تدخل بقى ايه في اتجاه 6 اكتوبر. طيب نيجي نزوم كمان. بصوا بقى يا جماعة، ده الكوبري الطريق الجديد اللي واضح خالص ده، نرسم برضو عليه. هو ده كده الكوبري اللي انا طلعت من عليه. انا بالظبط بدأت الفيديو من هنا ونزلت كده على طول. طيب النفق فين؟ النفق اللي جاي من اتجاه اكتوبر هيبقى النفق كده ويطلع يمشي دائري. بس يا جماعة يعني مفيش ابسط من كده بصراحة. تاني شرح من بعيد كده هيبان معانا اكتر. اللي جاي من اتجاه اكتوبر، طيب انا جاي من اتجاه اكتوبر ورايح طريق الفيوم او رايح الطريق اللي هو الطريق السياحي اللي حوالين الاهرامات، هكمل على طول. طب انا جاي من اكتوبر ورايح في اتجاه الدائري، اتجاه الهرم والكلام ده، بيجي من هنا كده ويجي عند حدائق اكتوبر يعمل يوتيرن ونلف ويطلع دائري. طيب اللي جاي من الدائري من ناحية الهرم، من اتجاه الهرم ورايح اكتوبر، كان بيمشي ازاي؟ كان بيمشي كده ويروح كده. تمام. طب لو انا جاي من اتجاه الهرم من على الدائري ورايح في اتجاه حدائق اكتوبر او حدائق الاهرام، هكون جاي كده وبعدين اطلع الكوبري الجديد وانزل في الاتجاه ده كده. طيب لو انا جاي من 6 اكتوبر ورايح دائري، كان زمان زي ما وضحنا ان هو بيطلع يلف ويرجع تاني، لكن هو دلوقتي اللي جاي كده من اتجاه اكتوبر هيبدأ ينزل النفق، طلع دائري. خلاص كده نشيل بس. طيب نشيل الكلام ده كله علشان يبان معانا اكتر. اللي جاي من اكتوبر يا جماعة اهوت هينزل كده، هيلاقي نفق هنا، هينزل طلع الدائري خلاص. مش لازم يطلع بقى يلف من المنطقة اللي قدام حدائق اكتوبر. واللي جاي من الهرم هيطلع الكوبري في الحتة دي وينزل في اتجاه حدائق اكتوبر وحدائق الاهرام. هي دي المنطقة بالظبط. لو زومنا جامد عشان نشوف اكتر، بصوا يا جماعة انا بالظبط يعني، هو الطريق طبعا ما كانش لسه اتعمل، انا بالظبط مشيت على الكوبري ده، هو ده مشيت عليه كده ونزلت في الاتجاه ده اهوت. وهنا الملف بتاع الدائري اللي انا كنت شاورت عليه اهوت، ده الملف اللي هيتقفل ده خلاص، ده مش هيشتغل. تحتنا كده على طول في حدائق حي الاشجار، وكان بيكمل ده مدخل حدائق اكتوبر. طيب فين النفق؟ النفق بقى هيكون جاي لو انا جاي من اتجاه اكتوبر فوق كده، ادي دريم بارك، انا جاي من اتجاه اكتوبر هكون ماشي كده اهوت، هبدأ ادخل مدخل النفق هنا يا جماعة، مدخل النفق هنا اهوت بالشكل ده كده. هو اللي باين ده باين خالص يعني، طبعا لسه بتشطب. وهيكون تحت كده اهوت، ده كله نفق تحت الطريق. ده الطريق اللي طبعا هو فيه تحويلة دلوقتي، لكن الطريق هيكون عامل ازاي؟ اللي جاي من اتجاه حدائق الاهرام او حدائق اكتوبر ورايح في اتجاه 6 اكتوبر، هيكمل ماشي كده، هيكون من تحت الكوبري وفوق النفق. اللي جاي من اتجاه اكتوبر ورايح على اتجاه الدائري هينزل النفق ويطلع كده. اللي جاي من اتجاه الدائري ورايح في اتجاه حدائق اكتوبر او حدائق الاهرام هيطلع الكوبري ده وينزل كده. طيب واللي مكمل بقى طبعا من اكتوبر للطريق الفيوم كده، واللي رايح اللي جاي من حدائق اكتوبر او حدائق الاهرام هيطلع على الطريق الدائري بالشكل ده. يبقى الكوبري ده والنفق ده فكلنا ازمة كبيرة جدا في المنطقة دي، بدل ما كان في يوتيرن هنا وفي يوتيرن هنا، وبرضو في تحويلة هنا للي رايح في اتجاه الفردوس ودريم بارك من حدائق اكتوبر او حدائق الاهرام، كان بيطلع يلف كده ويرجع. وخلاص يعني ان شاء الله الدنيا هتبقى تمام في الجزئية دي. وانا فاكر ان هو من فترة كده قبل ما يعملوا حتى التحويلة دي، المنطقة دي كانت زحمة بشكل بشع،
خاصة اللي كان رايح في اتجاه حدائق اكتوبر وحدائق الاهرام وجاي من على الدائري، كان لازم ينزل الدائري. كان زمان ده يعني كان بينزل الدائري كده ويطلع يلف من هنا ويرجع تاني. المنطقة دي كانت زحمة جدا فوق الخيال، وطبعا الملف بتاع الدائري كان زحمة جدا جدا. هو قدام حي الأشجار دلوقتي تمام إن شاء الله يعني. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، وأتمنى الاشتراك واللايك، الحاجات دي بتشجعنا إن احنا نكمل. وأشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.